طبعا هي كمر ظلمون. ده اول طبق. التاني طبق بسم الله ما شاء الله. ادي تاني طبق محشي مشكل. لا تالت. الله اكبر. رابع. الف هنا والشفا لاصحابه. يلا بقى اغلفهم. وادي الكيلو التاني، وادي الكيلو التاني، وادي الكيلو التالت. يا مساء الفل. مطلوب مني اوردر محشي. يلا نعمل خلطه. هننزل باول كميه من البصل، تاني كميه من البصل، تاني كميه من البصل. نسيب بقى البصل يتشمع مع نفسه كده ويصفر مش يتحمر. وفي سابق بقى بيتحط في الخلطه يوديها في حته تانيه. الثوم. هنا البصله خدت لون ذهبي يعني الكاميرا مغمقه سنه. هننزل بقى بايه؟ معلقه ثوم. الناس اللي بتقولك المفروض الثوم في المحشي، لا يجربوا الثوم. وقرن فلفل سبايسي. ما بخليهاش حراقه. انا عامله كميه فعشان كده حاطه قرن. لو انت عامله يعني على قد البيت عندك مش كميه حطي نص قرن. بيخليها في سنه حرقان اللي هو الاطفال ما يقدرش تحرقهم. لا حلو قوي. بصوا انا نزلت بقرن الفلفل والثوم. اول ما اشم ريحه الثومه بنزل بصلصه الطماطم. البصله مش محروقه. بخدع البصل، بخدع خلطه المحشي بزيت على سمنه بلدي. بس لازم زيت عشان الزيت بيخلي الحاجه تلمع. كان بقى كرنب بتنجان فلفل كوسه، بالذات لو فلفل وبتنجان وكوسه تخدعي بزيت ذره عادي. وانت بقى بتسوي المحشي تحطي له معلقه زبده بتاكلي احلى محشي. اول ما شميت ريحه السمنه هنزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بغير فيها بحط 2 مرقه. مش حابه المرقه متحطيش، بس المرقه بجد بتغير طعم المحشي قوي. 2 مكعبات مرقه. فلفل اسود وكمون وكزبره. هي دي توابل المحشي. توابل مش عارفه ايه وايه، لا هي توابل المحشي كمون وفلفل اسود وكزبره والملح طبعا. انا عامله كميه كبيره فبحط توابل كتير. ما بحطش بهارات، ما بحطش بهارات على المحشي. والملح طبعا. هنا دي الخلطه اهي. خلطه البمبار عشان هو طالبه مسبك. في ناس بتحبه ني في ني. دي خلطه البمبار. وده البمبار اهو نضيفه زي الفل. هحشيه بقى دلوقتي. دي بقى خلطه البمبار. مش مصممه اني خلطه محشي لان خلطه البمبار مع انا عن نفسي باكله ني في ني، بس في ناس بتحبه مسبك فده مسبك على حسب طلب العميل. انا جهزت الخلطه. ده البمبار نضيفه زي الفل. هي الكاميرا مغمقه شويه. بصوا بيطلع ميه لسه هشطفه. بسم الله ما شاء الله. دي الكرنب. هي الفلاحه لسه جايباها. بسم الله ما شاء الله. هي بتجيب الحاجه لغايه البيت. يعني لو حد عايز كرنب وتقطع وتنضف بسم الله ما شاء الله حاجه فلاحي نضيف. بصوا قلبه ابيض ازاي. بصوا الكرنبايه عامله ازاي. الكرنبايه حجمها بيزيدش عن كده لان ده لسه الكرنب لسه يعني لسه ده مش اوانه، بس بيبقى زي العسل. كل اللي بياخده مني زي العسل. هسلقه. هنا بقى بسم الله ما شاء الله. ده البتنجان اللي هيتحشي. هقوره دلوقتي. بحب احشي مع البتنجان الفلفل ده بالذات على الكرنب بيبقى حلو قوي. وده ورق الكرنب. ده بقيه الكرنبه. الكرنبايه بسم الله ما شاء الله حجمها حلو. والكوسه حاجه بلدي كده فلاحي. ودي هنا الكرنبايه لسه هتتسلق. وهنا الكرنب بتقطع اهوت. ودي خلطه المحشي بألف هنا والشفا. وده البتنجان والفلفل والكوسه. هحشي بقى هو الاوردر التاني طالب حمامتين. هننزل كده بالقانص الاول. معلقه سمنه بلدي. يعني الحمامتين انا حاطه كميه السمنه دي لان الحمام بيحب السمنه. هنشوح كده بالقوانص كويس. وبعد كده ننزل بالبصله. نزلت بالبصله. حطي سنه بهارات وفلفل اسود وسنه قرفه صغيره خالص عشان في ناس ما بتحبش القرفه في طعم الاكل، بس سنه صغيره دي نقلب. نبدا بقى نشوح الكبد والقوانص مع البصله.
الحمامية بتاخد يعني كبشة رز قد كده. هنسيب بقى لما نفتح ونوطي عليها خالص. نشوح بقى كده في الرز. بعد دقيقتين 3 هننزل عليه حبة مية 10 دقايق. هنا بقى دبلت الحمام قبل ما احشيه. التتبيلة دي بتفرق في طعمه كتير. هنا الحمام بسم الله ما شاء الله لما اتحشى اهو. الف هنا والشفا. طبعا الكاميرا مش مبيناه قوي. الف هنا والشفا اصحاب. وده بقيه الرز اللي بفرشه تحت الحمام. انا بطلع الحمام تحتيه فرشه رز. ده كده البومبار اهو. هنقفله. وادي ده البتنجان المخلل بألف هنا وشفا. وادي ده بقى الحمام بألف هنا وشفا. دي مع اني دي مع دول مع البومبار وبألف هنا وشفا لاصحابه. انا صراحه هتنزل معايا عشان تنزلي. وده بقى كده الاوردر اتجمع خلاص بألف هنا وشفا لاصحابه. يعني ده كده رمضان. ودي دي صينيه الجلاش بألف هنا وشفا. طبعا ما صورتهاش معاكم ما كانش فيه وقت. ان شاء الله هعملها مره معاكم.